طلاب تانية إعدادي، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة هتاخدوا معايا درس جديد من دروس الدراسات الاجتماعية للصف الثاني الإعدادي الترم الأول منهج جديد، وهو نظم الغابات في قارتي أوروبا. عندي 5 غابات، 2 منهم مش موجودين فوق، كلهم موجودين في آسيا، بس 2 بس هما اللي مش موجودين في أوروبا، هما غابات الموسمية وغابات المطيرة. هتعرفوا دلوقتي كل حاجة بالتفصيل. دلوقتي نظم الغابات ديت في قارة آسيا وأوروبا متنوعة ومختلفة من مكان لآخر من حيث النوع والتوزيع. السبب الموقع، المناخ، العوامل الطبيعية. أول غابة هتعرفوها معايا هي الغابات المطيرة، نظم الغابات المطيرة. ولازم تعرفوا حاجة مهمة قبل ما أدخل في نظم الغابات المطيرة، اللي أوروبا معظمها بتقع في المنطقة المعتدلة الشمالية. نظم الغابات المطيرة، الموقع الجغرافي بتاعها ازاي عشان اروح لها؟ قال لي طبعا هي بتقع في آسيا فقط، أوروبا مش موجودة فيها. الموقع الجغرافي ليها جنوب شرق آسيا، تحديدا في جزر الفلبين وأندونيسيا، والساحل الغربي للهند، والسواحل الشرقية للخليج البلغاري. الأشجار بتاعتها كثيفة. الأخطار اللي بتواجهها أخطار بشرية بتؤدي إلى تدهور الغابات المدارية المطيرة. تاني غابات معانا هي الغابات البحر المتوسط. موقعها الجغرافي فين؟ طبعا الغابات دي بتوجد في آسيا وأوروبا. موقعها في غرب آسيا وجنوب غرب أوروبا. تالت غابات معانا هي الغابات الموسمية. طبعا الغابات الموسمية موجودة في آسيا فقط. قال لي موقعها الأول الفلكي ما بين دائرة عرض من 5 ل35 شمالا على مستوى آسيا فقط. أما الموقع الجغرافي عشان أروح لها في الهند وبعض المناطق في شرق آسيا وجنوب شرق آسيا. الخصائص المناخية بتاعتها، الصيف عامل ازاي؟ قال لي حر ممطر. الشتاء دافئ، درجة الحرارة بتاعته معتدلة دافئة، مفيش مطر فيه، بل مطر في الصيف فقط. الحيوانات بتاعت الغابات الموسمية، عندي الزواحف، وعندي كمان النمور والفيلة، وعندي طائر أبو منجل. النباتات، أهم الأشجار ليها هي الساج والخيزرات. هنعرف ان دول لهم أهمية اقتصادية لأنهم بيدخلوا في صناعة السفن لصلابة الأخشاب بتاعتها. كمان هتعرفوا رابع غابات معانا وهي الغابات النفضية موجودة طبعا بآسيا وأوروبا. آسيا الأول موجودة فين؟ قال لي كوريا واليابان وشمال شرق الصين وإقليم منشوريا. وبالنسبة لآسيا الموقع الفلكي ليها من 35 ل50 شمالا. أما أوروبا الموقع الفلكي ليها 40 ل60 شمالا. الموقع الجغرافي بقى لأوروبا عشان أوصل لها قال لي في غرب أوروبا وشرقها. الخصائص المناخية ليها، الشتاء عامل ازاي؟ قال لي الشتاء بارد، والصيف قال لي حار، يعني معتدل ممطر. 2 ميم معتدل ممطر. أهم الحيوانات الدب الأسود، الدب الأسود الآسيوي. أهم الأشجار بالغابات النفضية هي هيبقى أهم الأشجار هو ازاي اللي بيدخل أهميته الاقتصادية، بيدخل في صناعة الأساس. الأخطار اللي بيتعرض ليها الغابات النفضية، الصيد الجائر. الدب الأسود الآسيوي ده بيتعرض للصيد الجائر فأدى إلى تناقص أعدادها. الغابات، آخر غابات معانا هي الغابات الصنوبرية، بيطلق عليها الغابات المخروطية. طيب هي موجودة فين؟ قال لي موجودة في آسيا وأوروبا. تمتد فين؟ في إقليم سيبيريا، شمال شرق سيبيريا إلى أقصى شمال غرب أوروبا. أما موقعها الفلكي 50 ل70. بتوجد أيضا في مساحات متناثرة بالقرب من السلاسل الجبلية في وسط آسيا وأوروبا. خصائصها المناخية، الصيف قصير والشتاء طويل. الصيف قصير بارد والشتاء طويل قارس البرودة.
كمان الصيف بيتساقط فيه الأمطار، والشتاء بيتساقط فيه السلوك، واخدة الشكل المخروطي عشان لما الثلج يتساقط عليها بتنفض أوراقها بطبقة مغطاة بطبقة من الشمع. أهم أشجارها الصنوبر والشربين، دول بيدخلوا في الأهمية الاقتصادية ليهم، بيدخلوا في صناعة الورق. الحيوانات الدب القطبي ونقار الخشب. ده كان درسنا النهاردة، شكرا لكم.